فتح الباب واتسحب ولقاها نايمه على السرير، فخبطها على دماغها وهش من الجمجمه وفاجئه بخبطه على راسه. ولكن الحاج نادي حاول يقاوم ويمسك فيه، فطعنه في صدره وفي رقبته 14 طعنه. الابن الصغير لما رجع كان بينده على ابوه، فاستخبى له المجرم ورا الباب، واول ما دخل خبطه على دماغه، وقع على الارض فنزل على رقبته وذبحه. بسم الله الرحمن الرحيم. في تمام الساعة 10:30 في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وصل البلاغ لمركز الشرطة في مدينة أبو كبير محافظة الشرقية بالعثور على 4 أشخاص مقتولين في منزل في قرية من القرى التابعة للمركز. البلاغ بيفيد إن ال4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم الأب والأم و2 من الأبناء. الشرطة وصلت لمكان الجريمة وتم معاينة المكان من المباحث الجنائية والنيابة العامة. مبدئيا البيت عبارة عن 4 أدوار محاط بسور ولهم مدخل الرئيسي، وهو عبارة عن بوابة كبيرة على الشارع الرئيسي. تدخل من البوابة تلاقي جنينة صغيرة، وفي طرقة جانبية على الشمال تودي الباب جانبي في العمارة يدخل على السلالم بتاع الأدوار العليا. الدور الأرضي وده لاستقبال الضيوف، وله باب خلفي يدخل على السلالم للأدوار العليا برضه. السور بتاع الجزء الخلفي بيطل على أرض زراعية. الجثة الأولى لشاب عنده 22 سنة واقع على السلم اللي بيطلع على الدور الأول فوق، والدم نازل من راسه ومذبوح. والشاب ده هو علاء ابن صاحب البيت. وفي الدور الثاني 3 جثث، جثة لراجل عنده 65 سنة وهو الحاج نادي صاحب البيت، وسيدة 55 سنة زوجته، وشاب عنده 18 سنة وهو الولد الثاني للحاج نادي واسمه حسن. بالنسبة للست المتوفية نايمة على السرير وواضح انها مخبوطة على راسها بآلة حادة. الحاج نادي واقع جنب السرير وبرضه في خبط على دماغه من الخلف، وكمان مطعون في صدره وفي رقبته كذا طعنة. وابنهم حسن اللي كان واقع في مدخل الحجرة وفي تهشم في الجمجمة ومذبوح. وفي نفس الوقت الشرطة لاحظت ان البيت كله مقلوب وكل حاجة فيه متبعترة، مما يدل على ان كان في حد بيدور على حاجة في البيت. فالاحتمال الكبير ان اللي حصل ده حصل بسبب السرقة. رجال المباحث الجنائية طبعا رفعوا البصمات وصوروا المكان، والنيابة امرت بنقل الجثامين للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة والالات المستخدمة في القتل، وكلفت الشرطة بعمل التحريات اللازمة عن الجريمة. ايه الحكاية ومين دول وازاي الناس اكتشفت الجريمة؟ صاحب البيت اسمه الحاج نادي عبد السلام، وده تاجر مواشي كبير ومعروف وعنده مزرعة مواشي، ده غير الأرض الزراعية. الحاج نادي متزوج من السيدة سوريا ودي ربة منزل، وعندهم 3 أبناء، بنت وولدين. الولدين عايشين مع أبوهم مش متجوزين. علاء الكبير في آخر سنة في كلية الحقوق، وحسن الصغير في ثانوية عامة، وفي نفس الوقت الولدين بيساعدوا أبوهم في شغله في المزرعة وفي الأرض الزراعية. وعنده بنت اسمها كريمة 35 سنة متجوزة وفي قرية تانية، متجوزة من عبد الفتاح، وده يمتلك أرض زراعية وكمان شغال مع حماه في تجارة المواشي، وعنده ولد وبنت 7 و9 سنين. ابتدت التحقيقات مع كل اللي له علاقة بالحاج نادي سواء في شغله أو قرايبه، وابتدوا طبعا باللي شغالين معاه في الشغل، وكان بدايتها مع عبد الفتاح جوز بنته لأنه هو اللي اكتشف الجريمة وبلغ الشرطة. عبد الفتاح من قرية جنب قرية الحاج نادي، وعلى حسب روايته انه اخذ مراته واولاده الصبح وراحوا صلوا العيد ورجعوا على البيت، وزي عادتهم كل سنة انهم بيروحوا بيت ابوه يقضوا معاه اول يوم العيد، وتاني يوم العيد ياخد ولاده ويروح عند الحاج نادي حماه. وبالفعل خد اولاده وراح عند والده. في حدود الساعة 10 لقى التليفون بيرن، واللي بيتصل بيه علي. مين علي ده؟ علي ده واحد من اللي شغالين مع الحاج في المزرعة. رد عليه فلقاه بيقول له الحاج نادي كان متفق معانا انا ومصطفى، وده برضه شغال في المزرعة، اتفق معانا نجيب العجل بتاع الأضحية ونروح له الساعة 8:30، ومن ساعة ما جينا بنرن على الحاج ونخبط على الباب محدش بيرد، ودلوقتي الساعة بقت 10، ده حتى الجزار ما جاش لغاية دلوقتي، فاحنا مش عارفين الحاج مش هيذبح النهارده، يعني نرجع للمزرعة ولا نعمل ايه؟ لانه ما ظهرش لا هو ولا اولاده. شوف لنا الحكاية دي يا عم عبد الفتاح علشان احنا كده واقفين في الشارع. بيكمل عبد الفتاح وبيقول انا رنيت على الحاج وعلى اولاده، وكمان كريمة مراتي رنت عليهم ما حدش بيرد،
فبصراحة قلقنا، فرحت واخدها في العربية ووصلنا هناك. لقيت علي ومصطفى والجزار والصبي بتاعه وصلوا واقفين مستنين، وزوجتي كان معاها مفاتيح للبيت، وفتحنا الباب ولقينا الوضع ده، فبلغت الشرطة. وتم سؤال كريمة بنت الحاج نادي بصعوبة، واللي طبعا كانت منهارة وقالت نفس الكلام. وتم استجواب مصطفى وعلي الاتنين اللي شغالين في المزرعة، وقالوا ان الحاج نادي اتفق معانا ان احنا نجيب الأضحية على الساعة 8:30 علشان اسماعيل الجزار اتفق معاه انه هيودي مراته وولاده بعد صلاة العيد عند بيت ابوها، وبعدين هيجي للحج علشان يذبح. ووصلنا وقعدنا ونخبط على الباب ونرن على الموبايلات بتاع الحج وبتاع اولاده ومحدش بيرد. في الاخر اتصلنا بعم عبد الفتاح، بعدها جه اسماعيل الجزار والصبي بتاعه، ولما جه عم عبد الفتاح فتح الباب ودخلنا معاهم للدور الارضي. ما كانش في حاجه، ولكن لما دخلوا على السلالم سمعنا الصوت. دخلنا لقينا علاء ابن الحاج الكبير واقع على الارض وغرقان في دمه. ولما طلعوا فوق عرفنا المصيبه اللي حصلت، والحاج عبد الفتاح اتصل بالنائب. استكملت الشرطه التحقيقات مع اسماعيل الجزار والصبي بتاعه وبقيه الناس اللي شغاله في المزرعه والتجار اللي يعرفوه وكمان قرايبه. وتحريات المباحث ابتدت، واللي وصلت للاتي: ان الحاج نادي خد ولاده الاثنين ونزل على الساعه 6:15 علشان يصلوا العيد، وسابوا والدتهم في البيت لوحدها. صلاه العيد خلصت، الحاج نادي وولاده رجعوا على البيت تقريبا الساعه 7. علاء وحسن سابوا ابوهم قدام الباب وراحوا علشان يقابلوا اصحابهم، على اساس انهم هيرجعوا يقفوا مع ابوهم في اثناء لما الجزار يكون شغال. وعلى حسب كلام اصدقائهم هم قعدوا معاهم حوالي ساعه ومشوا على الساعه 8:30، بس الاثنين ما كانوش مع بعض علشان ده ليه اصحاب غير التاني، ده سن وده سن تاني. والحاجه المهمه جدا اللي وصلت لها التحريات هي ان الحاج نادي كان عنده في البيت مبلغ لا يقل عن 3 مليون جنيه، وده حصيلة بيع عجول وبهايم يوم الوقفة واليوم اللي قبلها، واللي ملحقش الحاج نادي يوديهم أي بنك، وده طبعا عشان الأجازات. وبتفتيش البيت لم يتم العثور على المبلغ إطلاقا، إذا جريمة القتل تمت بغرض السرقة. وصل تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي والبصمات، وهنا تم القبض على الجاني. وقبل ما نعرف مين هو، تعالوا نعرف الأول إيه اللي حصل بالظبط. ولكن قبل ما نعرف اللي حصل بالظبط، يا ريت طالما انتوا وصلتوا معانا في الفيديو لغايه دلوقتي، اذا عجبكم سرد القضيه فيا ريت اللي مش مشترك يشترك وتفعلوا الجرس علشان الفيديوهات الجديده توصل لكم بيها الاشعار اول باول، فضلا وليس امر. نرجع بقى للي حصل. القاتل كان مخطط للموضوع بقاله فتره. اول حاجه عملها انه قدر بطريقه ما يعمل نسخه على مفاتيح البيت من غير ما الحاج نادي ياخد باله، وده بسبب قربه من الحاج نادي. القاتل وقف من بعيد استنى خروج الحاج وولاده لصلاة العيد، وأول ما نزلوا لف من ورا ونط من على السور الخلفي اللي زي ما قلنا بيطل على الأرض الزراعية، ووصل للباب اللي دخل على السلالم اللي تطلع للشقة بتاعت الحاج نادي، وكان عارف كويس إن زوجته موجودة. فتح الباب واتسحب ولقاها نايمة على السرير، فخبطها بآلة حادة كانت معاه وهشم الجمجمة، وكان عارف ان قدامه ساعه بالكتير علشان يلاقي الفلوس وياخدها. وبالفعل قعد يدور على الفلوس مش لاقيها، قلب الدنيا ما لقاش غير 20,000 جنيه. طبعا الوقت بيجري وهو بيقلب الدنيا، ومستخسر انه يمشي بعد ما قتل الزوجه ومعاه 20,000 جنيه، وهو عارف ان في ملايين في البيت. الشيطان قال له ما ينفعش تمشي غير لما تاخد الملايين، فقرر انه مش هيتحرك من البيت غير لما يلاقي الفلوس، حتى لو وصلت انه يقتل كل اللي في البيت. وبالفعل رجع الحاج نادي وهو استناه في اوضه النوم، وفاجئه بخبط على راسه، ولكن الحاج نادي حاول يقاوم ويمسك فيه فطعنه في صدره وفي رقبته 14 طعنه. وقع الحاج نادي واستمر القاتل يدور على الفلوس. فجأة يرجع ابنه الصغير، ونفس اللي حصل مع الحاج نادي ومراته حصل مع الابن الصغير اللي لما رجع كان بينده على ابوه، فاستخباله المجرم ورا الباب، واول ما فتح الباب خبطوا على دماغه وذبحوه. واستمر في البحث عن الفلوس في كل الادوار لغايه ما اكتشف ان الساعه قربت من 8:30 وما كانش فاضل في البيت غير الدور الارضي علشان يفتش فيه.
ونزل بسرعة، ولكنه اتفاجئ بالابن التاني الكبير طالع على السلالم، ومن غير رحمة راح خبطه على دماغه نفس الخبطة بنفس الآلة الحاد، ونزل على رقبته تقطيع علشان يتأكد انه مات، وفتح الباب الخلفي ونط تاني من على السور من ورا وهرب في الغيطان. كده عرفنا اللي حصل بالظبط، وده بالفعل اللي اعترف بيه القاتل، وهو اسماعيل الجزار. طب الشرطة جابته ازاي؟ اولا في التحقيقات علي ومصطفى اللي هم شغالين في المزرعة قالوا ان اسماعيل هو اللي طلب من الحاج انه يجي له الساعة 9، وده علشان هيروح يصلي العيد الصبح ويطلع يودي مراته لبيت ابوها، وبعدين يرجع يجي للحاج نادي. ولكن كلام اسماعيل في التحقيقات قال ان الحاج نادي هو اللي طلب تأخير ميعاد الذبح لانه هيستنى بنته وجوز بنته عبد الفتاح وولادهم علشان يحضروا الذبيحه. ودي كانت غلطه، لانه معروف ان عبد الفتاح اول يوم بيروح عند بيت ابوه هو، مش ابو مراته. وده في الاول شكك على طول رجال الشرطه في كلامه، وبالفعل التحريات زي ما قلنا اثبتت عكس ده. حاجه تانيه، وان كلهم اجمعوا على ان محدش فيهم طلع الدور التاني ساعه اكتشاف الجريمه غير الحاج عبد الفتاح وكريمه مراته. ولكن يجي تقرير البصمات يلاقوا ان في بصمه موجوده في الدور الثاني فوق. حاجه اخيره بقى، ودي كشفها الطب الشرعي فيما بعد، انه عند تشريح الجثه لقوا عده شعرات في ايد الحاج نادي، واضح انه كان ماسك في شعر اللي قتله وهو بينازل الموت. وبعد كده بالتحاليل اكتشفوا ان الشعر ده يخص اسماعيل الجزار. بالتالي تم اصدار امر من النيابه بالقبض على اسماعيل الجزار وتفتيش بيته. والغريب انهم لما فتشوا بيته ما لقوش غير 20,000 جنيه، وطبعا بمواجهته اعترف بكل حاجه، ولكنه انكر تماما انه لا اي فلوس تانية، وقال ان هو ده اللي اخره عشان كان بيدور على ملايين. ولما سالوه على الاسباب اللي خلته يعمل كده ويخون الراجل اللي شغال معاه ويذبحه هو وولاده ومراته ويخون العشره ويغدر بيه، قال انه كان بيشتغل مع الحاج ياخد منه بهايم وبيتاجر فيها، وفي مره اخد منه عجل قعد عنده اسبوعين ونفق، يعني مات قبل ما يبيعه، والحاج نادي ساعد معاه في نص المبلغ، وانه كان متغاظ ازاي ما يدلوش الفلوس كلها، ما هو بيساعد كل الناس، هيبخل عليا انا اللي شغال معاه من 20 سنه. فقال انا لازم انتقم منه واسرق الفلوس، فسرق منه مفاتيح وهو في المزرعه وراح عمل عليها نسخه ورجعها له تاني من غير ما ياخد باله، وكان في نيته انه ما موتش حد، ولكنه دور فوق وتحت ما لقاش الفلوس، فما فيش قدامه غير اوضه النوم اللي كانت نايمه فيها مرات الحاج نادي، فاتسحب ودخل عليها الاوضه وخبطها على دماغها وهي نايمه في السرير فماتت، ومع ذلك ما لقاش الفلوس وقعد يدور تاني، وده اللي خلاه يقتلهم واحد ورا التاني. يلعن ابو شيطانك، روح ربنا ينتقم منك. ابتدت المحاكمه وفي النهايه تم الحكم على اسماعيل الجزار بالاعدام شنقه، وحاليا في انتظار تنفيذ الحكم. والغريب في الموضوع انه عدى حوالي سنه على القضيه، ولكن لغايه دلوقتي لا بنته ولا حد من اهله عرفوا الملايين اللي كانت موجوده في بيت حاج نادي اختفت وراحت فين. احنا دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم سرد القضيه ممكن تدوسوا على اشتراك لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بالفيديو الجاي. ولو انتم مهتمين بجرائم القتل ممكن تشوفوا الفيديو اللي قبل ده على طول، واللي بنحكي فيه عن جريمه بشعه فيها المجرم قتل السيده في الشارع قدام اولادها ومحدش قدر يعمل له حاجه. شكرا، سلام عليكم.